السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأنفس 4 أنفس. أول نفس النفس المطمئنة، هي التي تعمل ما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تقول إلا ما يرضي الله. يبقى عندنا أول نفس النفس المطمئنة. خلينا بادئين بالخير يعني، ماشي. تاني نفس فهي النفس اللوامة، اللي هي بتعمل الذنب تراجع نفسها فيه. تمام كده؟ يبقى النفس المطمئنة تقول ما يرضي الله، أما النفس اللوامة فتعمل الذنب وترجع تلوم نفسها على الذنب. تمام كده؟ تمام، ماشي. أما النفس الثانية فهي النفس الغافلة. دي بقى خلاص يعني غافلة عن ذكر الله، هي اسم على مسمى، غافلة عن ذكر الله. مهما تقول له يا عم حاضر، طب صلي يا عم ماشي، طب صوم إن شاء الله بإذن الله رمضان اللي جاي، طب اعمل خير يا عم لسه في العمر بقية. تمام؟ تمام. أما النفس الرابعة ودي أشد خطورة على البشرية، هي النفس الأمارة بالسوء، اللي هي ما تقولش لصاحبها إلا اعمل معاصي واعمل ذنوب، والذنوب والمعاصي دي بالنسبة لها هو ده الصح وهو ده الحلال. ودي أخطر من النفس الغافلة. النفس الغافلة دي ممكن ربنا يتوب عليها، لكن النفس الأمارة بالسوء فديت لا تنطق إلا بمعصية من معاصي الله. فيا رب يا رب نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكم. لكن اعلم أين نفسك وماذا تكون، هل هي نفس لوامة أم نفس غافلة أم نفس أمارة بالسوء أم نفس مطمئنة. فاعلم أن للكل الأنفس الدنيا والشيطان والنفس والهوى على الإنسان. فإذا صمد الإنسان وكان ندا لهم دخل الجنة. فاسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة. الدال على الخير كفاعله، شير لتعم الفايدة. الصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.